وهنا كمان جبت المشتريات دي، كانت مشتريات شهر 11. طبعا الاسعار مرتفعة جدا فعلا، الاسعار بقت يعني الحاجة تضربيها في اتنين. فربنا يتولانا برحمته ان شاء الله، ويوسعها علينا ويرزقنا كده. فانا جبت المتطلبات الاساسيه او الحاجات الاساسيه قوي اللي انا كنت محتاجاها. يعني كنت محتاجه اوكسي عشان الغسيل، محتاجه مكرونه، محتاجه دقيق، في حاجات خفيفه قوي. وفي حاجات كمان انا جايباها من التومين برضو عشان تساعدني، لان كانت الميزانيه الشهر ده مش مظبوطه قوي. فجبت الاساسي وهعيش عليه تمام، يعني انا هتاقلم على اللي انا جبته. وهحاول يعني ايه منزلش السوق كتير غير لما انزل اجيب خضار او فاكهة فقط. اما الحاجات التانية حتى اللحمة والفراخ انا قللت منها الشهر ده. يعني بدل ما كنت مثلا بجيب 3 كيلو مثلا وبجيب 4 فرخات، فانا جبت كيلو ونص وجبت فرختين. وهحاول اقسمهم على طول الشهر معاهم سمك، فكده بتكون الميزانية اتظبطت. لان فعلا اللحمه غليت جدا والفراخ غليت جدا، حتى البيض. فكل الحاجات دي غليت، فانا جبت الحاجه النص تمام. هعيش على نص الامكانيات اللي انا كنت عايشه بيها. يعني انا لما كنت بجيب مثلا 3 كيلو او 4 كيلو لحمه، لا انا هجيب 2 كيلو لحمه. هجيب فرختين او 4 فرخات، لا انا هجيب فرختين تمام كده. وهحاول اقلم نفسي وبأقلم البيت، بقول لهم يعني الميزانية الشهر ده لا تسمح يا جماعة، فيعني ايه معلش نستحمل مع بعض كده الشهر ده ونعدي تمام كده. تعالوا بقى نشوف مع بعض المشتريات. اول حاجة معايا اللي هنا الاوكسي، اللي هو 2 كيلو ونص عامل 95 جنيه، وطبعا غالي جدا. كان هو بنسيم الشرق. وده اوكسو اوتوماتيك تمام كده. كمان معانا كلوريل، ده الوحيد اللي مغليش والحمد لله رب العالمين، وربنا يهديهم وما يغلوش المنتج ده، بصراحة حلو يعني. اللي هو كوريل. كانت الازازة دي عاملة 8.5، اللي هو للابيض تمام كده. كمان زينة كانت عاملة اللي هي ال10 علب دي، كان عامل 10 جنيه. هنا كمان انا جبت اللي هي المكرونة الملكة كانت عاملة بصوا استنوا ثواني. مكرونة الملكة الكيس عامل 7.5 تمام. وانا جبت 4 اكياس، 2 الكيس عامل 7.5، انا جبت 4 اكياس، 2 تحمير و2 اسباجيتي. ده عامل 7.5، ال4 اكياس عاملين 30 جنيه. فانا جبتهم لان انا عندي كيسين كمان. وكمان جبت يعني لما جبت حاجات التومين، فانا جبت هنا ما لقيتش الا لمتنا بصراحه، ولمتنا مش قوي يعني. فانا جبت منها التحمير، جبت ده تبع التومين، فما دفعتش اي حاجه، كان تبع التومين، تبع ال100 جنيه الاضافيه اللي بتضاف للتومين تمام كده. كمان جبت اللي هو برطمان العسل ده، انا بجيبه كده من شخص موثوق فيه، يعني عنده منحى العسل. فكان العلبة الكيلو دي كانت عاملة 120 جنيه. هنا كمان جبت اللي هو شاي العروسة، اللي هو بتاع كل شهر، ربع كيلو، كان عامل 24 جنيه. كمان جبت اللي هم البرطمانين دول عشان هعمل فيهم مخلل زيتون وليمون. فكان البرطمان عامل 15 جنيه، جبت الاتنين دول ب30 جنيه. كمان جبت هنا زيت عافية، وده كان تبع التومين. بصراحة يا بنات اللي ما عملش بطاقة التومين بجد بتنفع جامد جدا في الظروف اللي احنا فيها دي، اديها بتساعد. يعني تخيلوا لو انا هجيب الازازتين دول فهجيبهم ب102 او ب105، انا جايبة الازازة ب52 جنيه، الازازتين ب104 تمام. وكمان جبت اللي هي مرجانة الكبيرة دي، اللي هي للتحمير او للقلية، برضو الحجم الكبير. على ما اعتقد كان عامل 45 جنيه، فكانت الازازتين دول عاملين 90 جنيه. كمان جبت اللي هو بونو، اللي هو الخل ده، طبعا مش تبع التومين، ده تبع الميزانية الخارج التومين. فده عامل 6 جنيه، فانا جبت برضو منه ازازتين، هما ازازتين كويس اوي بيكفوني طول الشهر تمام كده. كمان جبت السكر ده، انا عندي 2 كيلو سكر من التومين من الشهر اللي فات، فظبطت يعني كان فاضل فلوس، فقلت له خلاص هات بيهم كيلو سكر. فكان الكيلو السكر على ما اعتقد كده يعني عامل يعني 10 او 12 جنيه، انا مش متذكرة قوي. كمان هنا جبت اللي هو دقيق الحاوي ده، فكان عامل ثواني يا بنات اشوفه لكم.
الحاوي ده حلو قوي، متعدد الاستخدامات، وبصراحة جربته في حاجات كتيرة جدا. كان مظبوط جدا معايا، بيديني بيديني يعني بيديني القرص تطلع كويسة ومفيهاش اي مشكلة خالص. فدقيق الحاوي ده كان عامل 1 كيلو، عامل 15 جنيه. والنوع ده كويس، لو لقيتوه هاتوه، وعلى ضمانتي انا بصراحة حلو جدا. كمان هنا جبت عمر افندي اللي هو ساده وسط. انا بحب اللي هو المحوج الفاتح، بس ملقيتهوش فجبت ساده وسط. كان عامل اللي هو ال100 جرام، كان عامل 21 جنيه. وكمان جبت اللي هي التونه الماريو دي، كانت العلبه عامله 15 جنيه، اللي هي التونه المفتته دي، التونه المفتته. جبت التونة المفتتة دي كانت عاملة 15 جنيه، فجبت منها علبتين بينفعوا برضو. في اوقات كده مبقاش عايزة اعمل اكل، بيبقى الدنيا مش مظبوطة، بنظف في الشقة، بجيب طلبات تانية. فبصراحة علبة التونة كده بدخلها مع شوية بطاطس وجبنة ومش عارفة ايه، فاليوم بيعدي ويقضي يعني، وبيكمل على خير. كمان جبت اللي هو البسكوت ده، انا جبت منه طبعا علبة. فكانت العلبة على ما اعتقد عاملة 35 جنيه، ودي الباكوت نفسه، الكيس نفسه عامل 3 جنيه. وكمان جبت اللي هو جهينة ميكس دي اللي هي بالموز، وجبت لمار ميكس برضو، كل واحد فيهم عامل 5 جنيه. هنا كمان اللي هي لبن بالهنا ده، لبن بالهنا يا بنات، بالهنا. كان عامل 7.5، وانا جبت منه 3 اكياس. تمام كده. هنا بقى جبت شوية بقوليات. جبت كمان الجبنة اللي هي عبور لاند دي، بقت ام 7.5. فاكرين يا بنات؟ كان زمان اللي هو من كام شهر كده كانت ب7.5، دلوقتي عاملة 12.5. فانا جبت منها 3 علب، وطبعا مهدرجة ومش مظبوطة، بس اديها حاجة بتساعد معايا في البيت. تمام كده. انا معتمد على الجبنة القريش، بس في نفس الوقت دي بتبقى اللي هو ايه، التصبيرة اللي موجودة في البيت لو اي حد جعان وعايز ياكل. جبت هنا بقى شوية بقوليات كده من عند العلاف، صح كده. جبت هنا فاصوليا بيضة. جبت 8 كيلو تمن. وجبت كمان لوبيا، اللي هي اللوبيا ام عين سودا الصغيرة البلدي، جبت كمان تمن. جبت هنا كمان شوية بهارات شوربة. البهارات دي بتبقى بتخلي شوربة الفراخ تحفة، ريحتها حلوة جدا. وكمان جبت اللي هي الحمص الشام ده، جبت برضو تمن. عادي ما تتكسفوش يا بنات ان انتوا تجيبوا تمن او الحاجات ديت، يعني اوقات نقول لا احنا هنروح نجيب الجزء ده، فالناس هتقول ايه، لا ما جيبي اللي انتي على مقدرتك. وده جبت الفشار ده ب5 جنيه. وكمان جبنا الترمس للتسالي، فجبت نص كيلو، كان ب15 جنيه على ما اعتقد. وهنا كانت كل المشتريات بتاعتي الشهر ده. هحاول امشي الميزانية على قد ايديا. اهل البيت كلهم يستحملوا، يعني فهميهم ان الميزانية الشهر ده لا تسمح. عجزي نفسك الشهر ده، وظبطي نفسك الشهر اللي بعده، لو عشان الدنيا تظبط شوية. اشتغلي باللي عندك، اكيد عندك حاجات، اكياس مكرونة باقية، اكياس رز باقية، في حاجات كتير بتبقى يعني باقية كده. فاحنا بنقول ايه، نروح نجيب نزود. لا ما تزوديش، كملي، والشهر الجاي ربنا يفرجها ان شاء الله، وجيبي الحاجات الناقصة اللي معاكي، وان شاء الله هنعمل جدول بميزانية حلوة جدا، هتنبسطوا منها قوي.